بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه صيف اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. والنهارده زي ما انتم شايفين كده الجو نوه، وسرعه الريح 30 كم في الساعه والهبات 50 كم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكه القاروص. وسمكه القاروص في البحر المتوسط في منها نوعين، نوع منقط ونوع مش منقط اللي هو النوع العادي. النوع العادي احسن من نوع منقط في حاجات كتيره، من حيث الطعم العادي احسن، من حيث الصيد العادي اكبر فاحسن. وسمكه القاروص عامه من الاسماك الجميله جدا في الاكل، لان لحمها ابيض وكتير جوه السمكه. هي سمكه ملحمه وطعمها جميل جدا. يا سلام بقى لو اتعملت صينيه سنجاري واتشقت من ظهرها يبقى طعمها تحفه. طبعا كل واحد وذوقه، بس هي بيبقى طعمها خطير جدا. طبعا عشان هي طعمها حلو في الاكل بيتعمل منها مزارع، بس مش ده السبب الوحيد اللي خلوهم يعملوا هنا مزارع. بيعملوا منها مزارع لان هي برضو سمكه حلوه في الاكل، ولان هي تربيتها تعتبر سهله نسبيا. هي بتقبل درجات متغيره من درجه الحراره، يعني مثلا لو درجه الحراره مثلا زادت شويه او نقصت شويه ماشي، لو مثلا درجه الملوحه زادت سنه او قلت شويه ماشي شغال، لو درجه العقره في الميه اتغيرت برضو ما بتتكلمش. يعني هي بالنسبه لها بتعيش في ظروف متغيره كتير، فده بيديها ايه افضليه في التربيه وكده، غير ان عليها اقبال في السوق فبيبقى سعرها كويس في السوق. فكره ان هي بتستحمل درجات حراره وملوحه متغيره وحاجات كده، هي اصلا سمكه القاروص بتحب التنويع في حياتها، يعني حياتها كلها مش بتقضيها في حته واحده. ازاي؟ هنحاول نشرح الموضوع ده واحده واحده. سمكه القاروص بتبخ البيض بتاعها اخر شهر 7، وده بيكون قرب الشواطئ. تمام؟ وخلي بالك بقى اي حاجه هنقولها بعد كده معتمده جدا على درجات الحراره. يعني هي لو درجه الحراره اتغيرت زي كده الشتاء اللي احنا فيه ده هيأثر طبعا على سمكه القاروص. البيض قريب من الشاطئ، البيض بيفقس بعديها ب 12 ساعه تقريبا، والبيض يعني بيطلع منها المخلوق اللي انت شايفه كده في الشكل ده. المخلوق ده اللي هو يعني هيبقى سمكه بعد كده، وعلى بال ما يوصل ان هو يبقى زريعه بيقعد من 2 ل3 شهور ان هو يوصل يبقى زريعه. كل ده سمكه القاروص ايه؟ قريبه من الشواطئ. في الاول سمكه القاروص بتبقى بتتحرك في اسراب، وكل ما سنها يكبر وحجمها يكبر كل ما عدد الافراد جوه السرب ده يقل، لحد ما بتوصل للبلوغ بتمشي في جماعات. المراحل دي بيكون قريب من الشاطئ، وكمان ممكن يخش الميه العذبه. ونلاحظ هنا في الصور ان لونه بيتغير حسب المكان اللي هو عايش فيه. يعني مثلا لو قاروص عايش في ارض كلها خضره وزرع هتلاقي لونه مخضر، لو قاروص عايش على صخر ووعر هتلاقي لونه غامق، لو قاروص مثلا عايش على رمله هتلاقي لونه ابيض فاتح كده ابيض. بيفضل الحال ان هو مستقر قرب الشواطئ وعند مصبات الانهار لحد اخر شهر 7. اخر شهر 7 بتبدا الهجره. طب ايه هي الهجره بقى؟ اي سمكه قاروص بالغه بتهاجر. طيب سمكه القاروص بتبلغ امتى؟ في البحر المتوسط سمكه القاروص بتبلغ عند سن من 2 ل4 سنين. طبعا الذكر حاجه والنتايه حاجه، بس هو ده الرينج الطبيعي. وفي المحيط الاطلنطي السن ده بيتاخر شويه، يعني ممكن في المحيط الاطلنطي سمكه القاروص بتبلغ من سن 4 سنين ل8 سنين. طبعا الارقام دي في متقسمه رينجات بس انا باثر عليك. سمكه القاروص ممكن يوصل سنها ل 30 سنه. المهم بتبدا هجره سمك القاروص. بيهاجر فين بقى؟ بيروح ارض بعيده عن الشاطئ بحيث يكون الحد الاقصى للعمق 100 متر او اقل من كده. يعني هو بيبعد عن الشاطئ، هو سمكه قاعيه بتقعد في القاع، بس هو بيبعد عن الشاطئ، بس لما بيبعد مش بيبعد قوي، يعني اقصى حد عمقه ممكن يوصل له 100 متر، مش بيخش بقى ايه في الميه المفتوحه. لحد ما يتجمعوا كلهم في مكان، ده بيبقى المكان ده بيبقى مكان التزاوج. في دراسات عملوها في بعض الجزر، يعني لقوا ان سمك القاروص ده لما بيسافر يروح اماكن معينه عشان يتكاثر كل سنه بيروح نفس الاماكن تقريبا، وسبحان الله بيكون عارفها. طيب موسم الهجره ده والتزاوج بيوصل ذروته في شهر 1 اللي هو في الشتاء. تمام؟ بيبقى كل القاروص اللي في السوق مبطرخ. هنا بقى بتظهر قضيه مهمه جدا. دلوقتي في ناس، يعني في بعض الدول يقول لك ايه؟ يقول لك احنا ممنوع صيد القاروص في شهور الشتاء عشان نديله فرصه للتزاوج. طبعا ده بيحرم المستهلك من البطروخ بتاعه. فيا ترى بقى لو طبقوا الحاجه دي في مصر هتبقى انت مع سمكه القاروص ولا مع البطروخ؟ رغم ان سمكه القاروص زي ما قلت لك بتمشي في جماعات، لكن وقت الهجره بتمشي في اسراب. تمام؟ وهم راجعين بقى بيرجع كل ذكر مع انثى عشان خاطر يتم تفريغ. الانثى بتفرغ قرب الشواطئ وبالذات قرب مصبات الانهار عشان يعني الولده دي تلاقي حاجه تاكلها، وبيقوم الذكر بحمايه البيض. وبتنتهي القصه دي كلها على اخر شهر 4. يبقى بص الهجره بقى دي من اخر شهر 7 لاخر شهر 4، وده موسم القاروص واكتر وقت تلاقي فيه القاروص مبطرخ وجميل. تمام؟ طب هل بقى بقيت وقت من السنه مش هتلاقي قاروص؟ لا، هتلاقي قاروص، لان هو القاروص بيبقى مهاجر وفي قاروص بيبقى موجود وطني بيسموه القاروص الوطني. القاروص الوطني ده هو اللي مش بيشارك في الهجره وبيكون موجود دايما على الشواطئ بتاعتنا والسواحل بتاعتنا.
ايه الفرق بين سمكه القاروص البلدي وسمكه القاروص المزارع؟ هو اي حد عنده خبره كبيره جدا من بعيد بيعرفها، تمام؟ وفي علامات، بس العلامات دي مشكلتها ان هي ايه، مش اكيده، وممكن في حاجات الظروف تتعرض ليها السمكه فتطلع نفس العلامات. فايه الحاجه الاكيده بقى اللي هي ما فيهاش لعب؟ الحاجه الاكيده انك انت تلاقي طينه في جوف السمكه، وممكن كمان في بطن السمكه. ليه بقى؟ القاروص دي سمكه اكيله جدا، بتحب تاكل، وبتحب تاكل يعني بتحب لحمه، عايزه تاكل لحمه، تاكل جمبري، عايزه تاكل حاجات. فهو ماشي كده يفعكش، يمكن يلاقي حاجه في الرمله. فطبعا فلو هو في مزرعه بتلاقي الطينه دي اللي هو بيفعكش فيها دخلت له ايه في خياشيمه، ودخلت في الجوف بتاعه، وممكن توصل لبطنه. طيب برضه حته ان هو بيحب يفعكش بتخليه في البحر. القاروص من اكتر السمكات العرضه للاصابه بالامله اللي هي الايزوبودا. والامله دي حاجات بتخش على الخياشيم بتاعه القاروص، ومع الوقت بتخش على مكان اللسان. وهي دي غير ضاره للبني ادم بالمره، هي بس بتاذي السمكه في اكلها، اكن السمكه عندها انيميا او عندها مشاكل غذائيه، لكن ما بتضرش المستهلك في اي حاجه، ولا بتاذي السمكه بتخلي فيها مشكله يعني معينه. ورغم ان القاروص بيحب يفعكش زي ما انا قلت لك، لكن هو ما بياكلش غير الحاجه المغريه، لازم حاجه تغريه ان هو ياكل. ما يحبش الاكل حزين كده، يعني حاجه صغيره ولا حاجه، لا. عشان كده الناس مثلا لو في صيادين بيصطادوه بدود، بيكتروا له الدود في السلاح. ولو بيصطادوه بجمبري بيصطادوه بجمبري صاحي عشان يغروه. لازم القاروص وهم بيصطادوه يوهمون هو اللي بيصطاد. طبعا في مربع الوصف هسيب لك مقال بيتكلم بالتفصيل عن صيد سمكه القاروص. في ناس بتغش سمكه القاروص بسمكه ثانيه، والموضوع ده احنا هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. بس انت اهم حاجه وانت بتشتري سمكه القاروص فيها خط في الظهر، وكمان الزعنفتين اللي على ظهرها مميزين جدا ليها. ما تنساش تبص على المصادر تحت الفيديو وتشترك في القناه، الله يبارك لك، وصلي على النبي صلي.